غرفة المهاجرين والأنصار للرد على الشيعة تقدم. ها؟ والله ما أعرف هذا الاسم فين جاني. ألو نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. شيخ علي كيف حالك؟ الحمد لله، أهلا وسهلا. أبو عبد العزيز معك. السلام عليكم، كيف حالك يا شيخ علي؟ ما أعرف من هو، الله يبارك فيك. من أي أبو عبد العزيز أنت؟ هو أبو عبد العزيز اللي قلت عليه أنت حق صفا والبالتوك اللي حاورتك ذيك المرة في مسألة ابن تيمية. ها من أصدقائنا عباد الشاب الأمرد. أهلا وسهلا. لا حول ولا قوة. كيف أنت تصادق ناس يصاحبوا الشاب الأمرد يا شيخ؟ ما لم تطلعوا من هيئة كبار العلماء فتوى برفض حديث الشاب الأمرد. بس نحن يا شيخ ظلوا عباده، تبقون عباده يا شيخ. ما شرعا عليك عشان نسألك عن الشاب الأمرد، اتصلنا عليك عشان نسألك عن المهدي المنتظر. شو مسوي لك؟ هذا معبودك انت. يلا خذ شو عندك؟ خلينا نشوف إمامك. طيب المهدي المنتظر ممكن نسألك؟ عن ايش تسألني؟ انت عندك معتقد بالمهدي او لا منكر؟ بس انا اول اسألك وبعدين اسألني يا شيخ علي. عشان هذا عقيدة عندك. مو انتوا تعرف، انتوا لستم طلاب علم، انتم اصحاب التفنقات، اصحاب حرفاءات، في السب يعني. اصحاب حبكات. هذا لعب. اذا سؤال علمي اسأل. اي سؤال علمي. لحظة سؤال علمي. يلا ابو بكر يلا سؤال علمي. يلا خلينا انت ذكرت في احد تسجيلاتك ان المهدي المنتظر في انه عندما يخرج سيكون معه تسجيلات تصوير هذا كذب علي جهارا دفعا بالصدر وانا اكذبه. طيب ممكن تفصل جيب لي النص، طلع لي صوتي او كتابتي. صوت وصورة. طيب عندك صوتي او كتابتي. طيب ابدا. يا شيخنا عشان ارسل. طيب انا خلص نفيت. اذا سؤال علمي نفاه صاحبه وانتهى الامر. لا طيب ما تكفي النفي لانه في لحظه انا نجيب لي مثلث. هذا مشكلة. طيب دقيقة ممكن يا شيخ شيخنا ايش؟ اسف يا شيخ علي، هل خروج المهدي مفيد او غير مفيد؟ ابشر به النبي ام لا؟ انا اسالك سؤال الحين ترد عليه بسؤال. ما دام بشر فيه النبي معناه ضروري اكثر من المفيد. لا مفيد. طيب اذا كان مفيد فلماذا لا يخرج ويحرم اتباعه اللي انتم من هذه الفائده؟ اذا هذا انا اسالك، قيام القيامه مفيد او مضر؟ من هو؟ قيام الساعه. قيام الساعه بيد الله، انت تعرف متى؟ بيد الله. هذا ايضا بيد الله. كيف بيد الله؟ لا مش بيد مين؟ لحظة طيب بيد مين؟ بيد الملك عبد الله. لا بيد الملك عبد الله. لحظة أبو بكر، أسألك يا شيخ، أقول لك الآن مش اللطف بس لا تضحك يا شيخ علي، مش اللطف المرتكزة الأساسية التي قامت عليه نظرية الإمام، وأن كل ما يقرب العبد إلى الطاعة ويبعده عن المعصية فهو لطف واجب على الله فعله، ولا أنا غلطان؟ أنا أسألك ولا لا؟ ليست كما تفهمها القاعدة. أولا لا كلية لها ولا فهمها كما تفهمها. شو تسوي لك؟ عندك خطأين. طيب ايش هو؟ خطأ في التعميم وخطأ في فهم المطلب. ايش هو طيب الخطأ؟ اعطيني حق التعميم واعطيني المطلب. كيف يعني خطأ في التعميم؟ انت كما يقول نصير الدين الطوسي، وكذلك قال المفيد في شرح الاعتقاد. كويس. نصير الدين الطوسي يريد يقرب بصياغة عقلية ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وآله. أخطأ أم أصاب ذلك له. أصل الموضوع إخبار النبي أن الأئمة بعد 12، هذا ثابت وقطعي. أنا أسأل الحين شيخنا قاعدة اللطف أليس ما عندي. سألناكم علة الإيجاد للإمامة يا شيخنا، قلتم هي ما
ما في. انا بقول لك انا شيعي وكنزل لي قاعدة اللطف، احكي لي بالآية وبالحديث. يعني يلا. المفيد والطوسي وكل شيء يعني ما هو صحيح. اذا ايش علة الايجاد ايش سبب وجود الامام؟ علة الايجاد لهذه الامامة ما هو؟ خلص انت لسه سؤالك ليس علميا، شفت انه سؤالك لعب. لا حول لعب. لا بالله يا شيخ. انت تريد المضمون او تريد الصيغة؟ المرتقى. تريد المضمون او الشكل؟ يا شيخ انت ما تؤمن ان الله انت هل تريد المضمون او الشكل؟ يا شيخنا المرتضى بيقول فهمني يا شيخ. المرتضى بيقول يعرف المرتضى والحج حسين والحج محمد والضاح وابن عثيمين وابن زبالين وابن فلانين. شوف كيف هذا مش علم بصراحة. المرتضى يعني غير منضبطة يا شيخ علي. يا شيخ علي اهدى. المرتضى مو علم الهدى عندكم، مو المرتضى. يعني تتكلم على المرتضى معقول صاحب انت تناقشني بشخص او تناقشني بعقيدة؟ اناقشك بعقيدتك. انت احسن تقررها احسن من المرتضى. انا اسالك. طيب اعطيني عقيدة. اعطيني عقيدة. يلا. عقيدة الامام. عقيدة انا اعتقد ان الائمة 12، وانا ارى انك انت غصبا عنك مجبور على الايمان بهم لان حديثهم صح عن نبيك صلى الله عليه واله، واذا رددته فانت ترد على رسول الله. 12 امام، فرق لي بينهم. 12 خليفة ولا امام؟ فرق لي بينهم. يلا. شوف، في نص انه كلهم يلي امر هذه الامة. الألباني يقول هذه زيادة ما لم تثبت. 12 خليفة. بل خلي النص ذا. طيب اصبر. تفضل خلاص. عجيب ما يصبر. لا اله الا الله. يلا اقول لك يلا ده. يعني يلي امر هذه الامه هذا ليس جزء الحديث، نفاه امامك الالباني. يعني لا يجب ان هؤلاء ال12 لا يجب ان يكونوا حكاما ولا يضرهم تكذيب من كذبهم. اسمعني، في اي جزء واي كتاب نفاه؟ ما تعرف طبعا. خلاص ما عندك، بس خلاص. الآن أستطيع أن أبحث لك يا. طيب خلاص ممتاز. الآن بسألك أنا. الآن المرتضى يقرر على الإمامة. شوف هذا حتى في كتابه في الشافعي في الإمامة اللي يرد فيها على ابن عبد الجبار القاضي المعتزلي. صح؟ أنت ما بيهمك المضمون يا سيدي. العقيدة أنا أقرر عقيدة الإمامة عندك. خلينا أكمل. أنت ليش زعلان؟ ليش زعلان مني شيخ علي وانا مؤدب معك؟ لا انا ما تقرر عقيدة الامامة. هذا ملاقي لك شغلة، ملاقي لك عبارة بتصور انك مصيد لك فيها صيدة وبناءك طالع بايدك صيدة بيطلع بايدك قطة ميتة. يا اخي انت قطة ميتة بتطلع بايدك. بسينة اسمها بسينة. الان الشيخ علي الكوراني بيحاول يثبت لنا او بيحاول يفهمنا الان انه خروج المهدي المنتظر عادي، مجرد أي شيء، ليس لطف من الله عز وجل. لا خالف قاعدة الإمامة هي في معتقد الإمامية الاثنى عشرية، والشيخ علي ما يستطيع أن ينكر هذا، أن الإمامة لطف وواجب على الله عز وجل، لأن البشر هذا لعب معرفة الإمامة. الأرض شوف هذا لعب مثل هذا لعب على روح العب لك على شاب امرد. انا ما قطعتك. دور لك في ولد امرد وروح العب عليه. انا ما قاطعتك. روح. ما قطعتك. خليني اتكلم. جهلنا. الامامه من الواجبات التي اوجبتموها على الله عز وجل حتى لا يضل الناس. اذا فعلها الناس تضل اذا ايش؟ اذا ما يوجد امام. الارض تسيخ اذا ما يوجد امام. كيف تقول أن المهدي المنتظر ليس من الواجبات على الله عز وجل؟ إلا بل من الواجبات ومن أضاف الله عز وجل الواجب. عن الألباني في موقع الألباني. من أنت علي الكوراني حتى تناطح الطوسي ولا الطبرسي ولا؟ طيب أقول لك يا شيخ علي، الشيخ علي هذا مش كلام. طيب أنت هذا كلام فارغ. طيب والله كلام أولاد. الكلام الفارغ إنه المهدي المنتظر في هذا الكلام قدام الخيمة. الكلام الفارغ أن تقول أن المهدي المنتظر يخرج أفلاما يثبت فيها ظلامة أهل البيت، يعني بيجيب لنا كسر الضلع HD ولا 3D ولا كيف يعني؟ يا شيخ علي اسمعني الآن، ما دام اللطف هو الذي يقرب العبد للطاعة. شوف واحد يقول يحتمل فيقول له أنت تجزم، يعني عينك. أنا قلت ممكن محتمل ويقول أنت قلت
سيكون كذا. صح. يعني هو شوف تزويره كلامك انت اللي تقول فيه يحتمل، هو بيجعله قطعي ويقيني وعليه قسم ويحاسبك عليه. لا حول ولا قوة. هذا واحد لعيب، هذا واحد لعيب يروح يلعب مع مرته. راس حربة أحسن من المهدي المنتظر. أبو بكر دقيقة يا شيخنا، يقولون أن شوف يا شيخنا، اللطف كلما قرب العبد إلى الطاعة وابعد عنه فهو واجب على الله فعل. هل من حكمة الله سبحانه وتعالى أشهد أنك لا تفهم قاعدة اللطف، ولذلك ما تناقش فيها. كبار علماءكم الذي أنت تتعبد الله عز وجل بما عندهم من علم. أنت علي الكوراني مجرد مقلد. خلي يفهم من إيش هو اللطف. أنت لست مرجعا. أبو بكر إيش هو اللطف يا شيخ علي؟ عرف لي اللطف شيخ علي. كلام فارغ هذا. طيب عرف لي كلامك ليس علميا. عرف لي اللطف يلا. طب ممكن تعرف لي اللطف؟ كلامك مش علمي. طيب عرف لي اللطف. أنا جاهل يا سيدي، عرف لي اللطف يلا. إيش هو العلمي؟ ها ساكت أنا. لا يجب عليك أن تعرف قاعدة اللطف، يجب عليك أن تعرف أن النبي بلغ الأمة فيكم 12 إمام رباني من الله أم لا؟ لا قال 12 خليفة يكون كلهم من قريش. قال هذا أم لا؟ لا 12 خليفة. ما قال؟ لا قال 12 خلاص خليفة. أنت روح ارتاح، رحنا. لا قال 12. تعرف أنك أنت عم تلعب. يعني ما قال بهذا اللفظ وهذه الحروف. المضمون قاله رسول الله أم لا؟ خلي المضمون. أنت تفهم كلام الإمام ولا إما صعب مستصعب؟ مو أنت اللي تفهمه، اللي يفهمه الإمام. هل الإمام فسر كلمة الخليفة أو الأمير بمعنى الإمام؟ إمام معصوم مفترض الطاعة؟ أتحداك. يلا تفضل ورينا المشيخة والعلم. يلا تفضل. أشهد أنكم لعيبة ولستم طلاب حق. يا رجال أشهد أنكم أهل لعب ولستم لا أهل علم ولا طلاب حق لا أناسين أسوياء. أنا بدي إنسان سوي. طيب اسمع، إنسان سوي يفكر سويا يحكي معي سويا مش يلعب. شيخ علي مطلب علمي، كل مطلب علمي. المضمون مضمون. هل أخبر النبي ب12 إماما من بعده أم لا؟ لا ما أخبر. هذا المطلب، المحور هذا. أما الشكل وتفسيرات وموضوع بعدين. أصل المطلب هل تؤمنون به أم تكفرون؟ اسمعني، هل أنت تعرف ما هو اللطف ولا ما تعرف؟ قل لي. ما أعرف واسكت أنا خلاص. ننتقل للحديث. هذا لعب. لا هل تعرف أنت 12 أم ما تعرف؟ لا تعرف حديث النبي. تعرف حديث النبي الصحيح السند عن ابن مسعود وعن ابن جابر ابن سمرة. خليني أقول لك، تعرفه أم لا؟ إلا الخلفاء أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن ومعاوية ويزيد يزيد خليفة رباني. يزيد مو خليفة رباني، ما بيعرف قريش. الحديث كله قريش. أمير مبايع بيعة رسمية من قبل المسلمين. خلاص نعم. خلي بعد كمل 12 منهم بعد. يلا اسمع بعد منهم لين هشام بن عبد الملك. من هم 12 كملهم عد لي اياهم. مو لازم نعرفهم، مو لازم. ما بس اقول له انا هذول اللي كانوا الاسلام عزيز. هذه عقيدتكم انتم. عد لي اياهم. ابو بكر وعمر وعثمان وعلي. المهدي منهم ام لا؟ ما في شيء اسمه المهدي. ليس منهم. اثبت لي اياه اول شيء. ما في المهدي؟ لا ما في المهدي؟ تنكر احاديث المهدي؟ لا ما كيف يكون فيها المهدي والمهدي خرافه اصلا. تنكر ما قاله ابن باز والشيخ عبد المحسن عباد تنكره؟ لا هذه بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم. بشارة بإيش؟ بإمام أم لا؟ لا بشارة أن المهدي هذا يصلح الله في يوم وليلة عبد العزيز بن باز يتكلم عن المهدي اسمه محمد بن عبد الله. اصبر، هذا إمام رباني أم لا؟ لا ما قال إمام معصوم، حاكم. طيب من 12 أم لا؟ زي عمر بن عبد العزيز. لا مو من 12، زي عمر بن عبد العزيز. يعني 12 غير المهدي؟ لا غير المهدي طبعا. أشهد أنك تتخبط كما يتخبط الآخرون. ولا محمد بن الحسن العسكري. من هو المهدي؟ احسبهم. اختار. انت لعيب يا علي الكوراني.
لعيب محترف. مشكلتكم على مين؟ على شوف مين؟ مشكلتكم اللعب ما يفيدكم، بتروحوا بتموتوا بتضلكم تلعبوا تموتوا وانتم تلعبون. هذا وانت عارف احكي ما مثل تقدر الناس، تجاوب زي الناس. طيب احكي حق كلاما سويا طيب، أنا أحكي علميا لك. حقا، طيب. طالب حق، طالب نجاتك بالاخره. طيب قاعدة اللطف كما يقررها شوف المفيد. شوف رسول الله يخبرك ويقول لك يزيد، يبشر بيزيد أنه إمام رباني جعله الله في هذه الأمة، والإمام المهدي خارجهم. من فين جبت رباني؟ من فين جبت رباني؟ أتحداك. من فين جاب إمام رباني؟ الحمد لله، من كيسك. الحمد لله زادني الله فيكم بصيرة. أشهد بالله أنكم لستم طلاب علم ولا طلاب حق، وأنكم جماعة لعيبة تموتون وأنتم تلعبون وتحشرون وأنتم تخوضون تلعبون، تدخلون جهنم وأنتم تلعبون. روحوا. صلى الله عليه وسلم لم يقل 12 إمام مفترض الطاعة رباني. أتحداك تجيب لي حديث وأنا أنكتم ولا أقول ولا كلمة. يلا جيبه. إذا عندك عقل اللي يبشر فيهم النبي الخلفاء من بعد 12 خلاص يبشر فيهم النبي، كلهم هؤلاء ما يكون واجب طاعتهم؟ لا اسمعني، تتعقل انت؟ لا اسمع، تتعقلها؟ طيب كم النبي عم يلعب؟ تنسب اللعب الى رسول الله، يا شيخ علي، تنسب اللعب الى الله. يا شيخ علي شو والله شويه يمكن ترجع لك الذاكره. هذا اللعيب بده يسوي رسوله لعيب وربه لعيب كمان. ليش ما تقول الحديث؟ هو لعيب، والله انت ما هو تستحي لعيب حتى تتكلم عن الله بهذا هو لعيب الا لانك يستعمل الشنجي، انسان حقيقه بيستعمل الشيطنه والشطاره. بناء نبي وربه بيستعملوا الشيطان والشطاره. نعوذ بالله، ويضع يده على يد زادني الله فيكم بصيرة. أشهد أنكم أهل هوى ولستم طلاب علم ولا طلاب. يا شيخ علي ليش ما تقول الحديث كامل؟ ليش يريد يقفل الخط يا شيخ علي؟ لا لما بتصيروا تحكوا حكي علمي خابرني. قول الحديث كامل، اكتمني أنا أقول الحديث كامل. دق عليه مرة ثانية، دق عليه. يا شيخ علي أنا أبغى أسحبه في موضوع اللطف. قلت له عرف، خلاص ما أدري انقهر منه. شوف ما يفيد الكلام وياكم. قل لي الحديث كامل يا شيخنا، قل لي الحديث كامل حق 12 خليفة وياكم. والله إن أسلوبكم أسلوب أهل الهوى الذين لا يريدون لا علما ولا حقا بس شيطنا ومخاطرة. طيب اسمح لي فأنتم أهل هوى حتى بفهم حديث النبي، بفهم الآية أنتم لعيبة. طيب اسمح لي أتكلم. إذن أعرض عنهم. اسمع. لما تصيروا مثل الناس خابرني. اسمعني. الآن أنتم من أهل الأهواء الذين ذمهم الله في كتابه، لا يريدون أن يفقهوا. الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ادعوا. لا قل لهم في أنفسهم قولا بليغا. السماعة ادعونا. قل لهم في أنفسهم قولا بليغا أيها التابع للهوى. يلعن معبودك الشاطر أمرك، يلعن أئمتك الأنداد الذين جعلتهم أندادا للأئمة الربانيين. يا شيخ علي أنتم أتباع الأنداد. طيب اسمعني. روحوا يا عباد الأنداد وعباد الشاب اللي بلا لحية، روحوا مع وراء ذلك الشاب. من الخمينية تربية الشوارع. أتباع الهوى روح. خلاص لا أتكلم. أبى أقول له أنا أكلمك لوحدي. يظهر ما عندكم شغل يا شيخ علي أنا أكلمك لوحدي الآن. أنا أكلمك لوحدي. شوف عمي أنت الآن أنت ضارب إبرة ضد الفهم وضد التعقل. لا أنت تسوي لك منع الفهم. أنت تسوي لك ما أفيدك. أنا ما طلبتك غير شيئين، ممكن تسمعني. طلبتك شيئين، طلبتك تعريف اللطف وطلبتك إيش هو حديث النبي 12 خليفة فقط. انت قاعد تسب وتشتمني. انا الحين انا وياك نتكلم لوحدنا، ما حدش بيسمعنا.
أنا وأنت لوحدنا. أنا أكلمك ما أشتم، لكنه لما واحد بيريد يفقه ويصير يطفر ويلعب لعب، شو اسوي له أنا أريد أفقه. أعرض عنه. طيب عرف لي. يعني شوف، 12 خليل. كل رسول نعم. من بعد إبراهيم ما تركت الأمة بدون أوصياء لرسول أبدا. بعد رسولنا هم كذا. يعني قبل إبراهيم، يعني قبل إبراهيم ما كان في أوصياء يا شيخنا قصدك؟ أنا عم قول إثبات الشيء. أيوه. إثبات الشيء لا ينفي ما عداه. طيب أنا أسأل. أنا المتبع. نعم. شوف أنت تريد تلعب. إثبات الشيء لا ينفي ما عداه. كل شوف، نعم عندنا مرحلة جديدة بإبراهيم. مثلا الله بعد إبراهيم لم يرسل أحدا إلا من ذرية إبراهيم. طيب. أبدا. بس يا شيخ ممكن نتكلم القاعدة اللي عند الشيخ بعدين. طيب. شوف، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال نعم على عيني بس لا ينال عهد الظالمين. طيب ممتاز. شوف، هذا عهد الله لإبراهيم اللي اليهود بيعتبروه عهد مع يعقوب. طيب. هو عهد لإبراهيم أنه الإمامة من ذريتك جعلها كلمة باقية في عقبه. ممتاز. لا ينال. فإذا أنا كلامي عن إبراهيم تقول يعني بعده ما في شيء. طيب أتكلم ولا هذا ليش تطفر؟ يعني طيب. ليش تطفر؟ أنا أقول لك القاعدة أنه أي رسول من بعده في أوصياء ربانيين ما بيترك الأمور. لما نتكفل هو قال إن علينا بيان عن القرآن، إن علينا بيان يعني نحن بنبعث مفسرين. طيب تعال شوف المفسرين. قال عمر، قال قتادة، قال عكرمة، قال فلان، قال 30 قول بالآية. إذا هم مش مفسرين. هذه قيل وقيل ضايعين. طيب. كل احتمالات، ليس عندهم علم يقين. طيب. العلم اليقين عند الأئمة 12 تفسير كتاب الله ثم إن علينا بيانه. والله لو فكرت يضرب ايده واحد انسان على صدره يقول علي بيانه. طيب. علي بيان القرآن يا أمتي يا أجيال أمتي، علي بيان القرآن. يقول له وين مفسرينك؟ وينهم؟ روينا اياهم. اتكلم ولا ضيعتوهم؟ طيب ما انت تريدوهم. لا اله الا الله. انا خليتك تتكلم، ممكن تسمعني؟ ليس هكذا. هؤلاء ال12 هم المفسرين. يلا افهم. ممتاز. اسمعك. يلا تفضل قول. الله يعافيك. ابيك تهدى. عندك شاي ولا ما عندك؟ لا الحمد لله، انا سيجاره ما اشرب، ما ادخن، وشاي كله ما اشرب. عندي زهورات. انا والله ما عندي زهورات. تفضل. زهورات حبيب قلبي. طيب تفضل. انا اسالك يا شيخ، انت قلت ان هذه بعد ابراهيم. طيب انا اللي اقصد يا شيخنا، هل كان قبل ابراهيم لكل نبي وصي؟ وهل يشترط انهم يكونوا مستترين؟ انا اسالك هذه الاولى، السؤال الاول. الشيء الثاني عشان تسجل عندك بس بعدين تتكلم براحتك. ولا تسجل ولا قيمه لكلامك. طيب ماشي. اول الحقيقه تفهمها. اول موضوعنا انا قلت لك لو انت تعقل انه الله حالف يمين، يعني لما يقول الله عز وجل مثل اللي بيحلف يمين ثم ان علينا بيانه، وعد ببيان القرآن. جيب لي واحد من جماعتكم جماعة السلطة يفسر لنا الأحرف المقطعة. طيب هات لي تفسير الحسن العسكري. هات لي تفسير الحسن العسكري. عرفت كيف؟ لقول الله تعالى في الله شك فاطر السماوات والأرض. يلا. ما بعرفها. أول ما أعرف الرواية هل هي ثابتة أم لا عن الإمام أم لا. أنت في القرآن وليس مهما عندي، لا يجب علي أن أقبلها. ليش؟ وانتهى الأمر. ليش بس كذا؟ طيب ما يجب. طيب خليني في قاعدة إبراهيم أكلمك. أنت قلت إن إبراهيم لا ينال الإمامة ظالم، صح ولا لا؟ تو قلتها صح ولا لا؟ هذا عهد من الله إلى إبراهيم بأن الإمامة في ذرية ابن إبراهيم وأن لا ينالها ظالم. ممتاز. أنا أسألك سؤال، هل صدق الله في عهده ووعده لإبراهيم بأن نال الإمامة كمؤمنين كأبو بكر وعمر وعثمان أم ما نالوها؟
افهمني ما نالوها. ام اخلف الإمام الرباني يعني مرسوم ينزل من الله، افهمني ام اخلف الله؟ مرسوم من الله. يا رجل خليني اللي اتكلم. بيحكم يعني صار إمام، السادات صار إمام، الملك عبد الله صار إمام، لا هذا صار إمام. ايش يعني؟ شو بس الكلام هذا؟ تخلط بين الإمامة الربانية وبين الحكم. كل من غلب وحكم هذا إمام. شو هالكلام الفارغ هذا؟ خلينا نتكلم. يعني هل الخلافة تختلف عن الإمام؟ إبراهيم لم يحكم ولكن كان إماما. ممتاز. يعني الإمامة السياسية غير الإمامة الدينية؟ طبعا. طيب يعني الإمامة السياسية ليست جزء من الإمامة. أجل ليش كفرت أبو بكر؟ لا تشملها، الإمامة الدينية تشملها، يعني لكن هذه ما يا شيخ علي تشملها ولا ما تشملها؟ عموم مطلق. ايش؟ عموم مطلق، قاري منطق، في عموم، في تساوي، عموم خصوص منرجف، عموم خصوص مطلق. ابغى تفسير المعصوم لها، الإمامة السياسية والإمامة الدينية. يلا انت مو قلت تفسير المعصوم دينية؟ يعني الإمامة أيوه. الربانية أيوه. يعني افترض الله طاعتهم. ممتاز. هل الإمامة السياسية يجب على الأمة أن تطيعهم. ممتاز. هل الإمامة السياسية تختلف عن الإمامة الدينية أم هي جزء منها؟ لا تختلف. تختلف. ليش كفرتوا أبو بكر وعمر؟ ما الذي اغتصبوه أبو بكر وعمر؟ لأنهم غصبوا الإمامة وليس لهم حق. توي أقول لك إن الله إذا مو ظالم سلمهم الإمامة وما أخلف الله وعده. شو أنت يعني أنت جبري تقول كل من وصل إلى الحكم هذا الله أعطاه؟ لا إله إلا الله. أنت تقول أول الإمامة فرعون السياسية. إذا وصل. لا يا فرعون وصل. أنت تقول الإمامة السياسية تختلف عن الإمامة الدينية. قلت لك يا شيخ على اهدى بس معاي اشرب. افهم شو معنى تختلف. أي كيف افهم شو معنى تختلف. أيوه. شوية ذهنك خلي يصير شفاف. تتعمق لك شوية. لا والله عمي إذا فهمت والله ما بتوجعك بطنك. لا بطني 100. هناك الإمامة في الآية إني جاعلك للناس إماما، يعني أفرض طاعتك على خلقي. هذا تفسير المعصوم يا شيخ علي ولا تفسيرك أنت؟ طبعا تفسير المعصوم كلهم فرض طاعتهم. مين المعصوم اللي فسر في الأئمة ال12 فسر هذه بما تقول أنت؟ يلا أجيب لك إياها الآن. ممتاز. أطلع لك إياها. فرض طاعتهم. ابحث عندك مكتبة أهل البيت، شوف احنا صدرنا 40,000 مجلد صارت فيه. خذها من موقع يا حسين. لا صار 40,000 مجلد فيروسات صاروا يسجلون عندي الشاملة. شوف الشاملة والجامع الكبير وكل برامجكم جزء منها صارت. الشاملة الشيعية والله الشاملة الشيعية عندي. الشاملة الشيعية والسنية وكل ما يوجد من برامج 40,000 مجلد فيها. ما شاء الله تبارك. كل هذا في المكتبة أهل البيت الجديدة؟ إيه. طيب خلاص بحملها إن شاء الله. شوفها الآن أعطيني الجزء والصفحة. طيب اسمعني أعطيني الجزء والصفحة الآن وأنا أعطيك تفسير المعصوم لمسألة آل محمد. تقبلوا ولا ما تقبلوا؟ في تفسير في البرهان تقبلوا ولا لا؟ البرهان أول شيء هو بيروي روايات. طيب شوف بيروي روايات. لازم نشوف منين ماخذه. طيب هو طيب منين بيروي؟ أعطيني تفسير المعصوم عن الإمامة السياسية والإمامة الدينية. مسكين قلبي عليكم، والله إني أشفق عليكم. والله أنا إذا شعرت جالس تتكلم كلام الآن أنت ما شايف في مصادرنا نحن قوم افترض الله طاعتهم. ايش هي ذي؟ لا ما شايف مصادركم كذا. قالوا ان الامامه السياسيه افترض الله طاعتنا. ابغى تفسير المعصوم يا شيخ علي. انا الزمك بما تقول ترى. والا ابو بكر وعمر ليس بظلمه والله نولهم الامامه. وحدد انت موقف. يعني إذا كل من حكم أوباما إذا وصل إلى الحكم ليس ظالما. لا مو بكذا. نتنياهو وصل إلى الحكم الله جعله إماما خلص. طيب شو الفرق بين هذا؟ أبو بكر حكم ليش تكفرونه؟ طيب أبو بكر أنت جبرية
انتم مدرسة معاوية الجبرية. معاوية يقول الله اعطاني الخلافة عليكم اذا امرني عليكم. انتم محتارين، لا انتم قدرية، لا انتم قدرية، ولا انتم جبرية، ولا انتم مرجئة. لا احنا واقعية. لحظة، معرفة علي طاعة لا يضر مع معصية. انتم قدرية، العبد عرفت كيف الله العبد يخلق فعلا، ان العباد يخلقون افعالهم، وشوية تقول الامام مجبور من الله انه ما ينسى. ايش انتم حددوا موقفكم، لا تخلوا يعني انتم توهتوا الناس اللي وراكم. لكن انا بسألك سؤال، الدليل اللي تعتقده في الإمامة، فهمني، الدليل اللي تعتقده في الإمامة لا ينال عهد الظالمين. طيب أنا بسألك عن العباس بن علي، هل نال الإمامة؟ يعني هل هو ظالم؟ لا طيب ما نالها. طيب ما ادعاها. ليش معصوم؟ ما ادعاها. ليش تحلفون شوف عمي، ما ادعاها ولا نقول بعصمته. يا عم انتوا دحين ليش تحلفون فيه؟ أنا أسألكم يحلف به. طيب ليش؟ الحلف به معصوم؟ حلف به. هو معصوم؟ شوف الحلف هم واحد يحلف وحياة أبوك. طيب ماشي، حرام عندي، حرام عندي، حرام. لا شوف احنا عندنا، شوف عمي، الحلف إذا بغير الله لا ينعقد، بس ما يحرم. لا ينعقد شرعا اليمين، بس ما ايه لا يحرم. لا يعني اسلوب تأكيد. يعني هو اسلوب تأكيد يا عمي. يعني انا لما اكذب عليك اقول لك والعباس انا ما سويت كذا يا علي كوراني، يعني أنا ليس يمينا. ليس يمينا. لا ليس يمينا، كذاب يعني. اقدر اكذب؟ لا مو كذاب. والعباس مو كذاب. ايش هو؟ مو كذاب يا رجل تقول اذا طابق كلامه الواقع فهو صادق. عندما يحلف الإنسان يقول لك وحق أبوك أن جئت ما وجدتك. طيب هل هو صادق ولا كاذب؟ مطابقته للواقع. طيب. الصدق أو الكذب مربوط هناك. أما هل ارتكب إثما؟ لا، استعمل لي أسلوب تأكيد غير شرعي. يعني يحلف بغير الله ما ارتكب إثم يا شيخ علي. عموما ما علينا من الحلف. الآن عباس نال الإمامة ولا ما نالها؟ لا ليس طيب إمامة. ليش معصوم؟ ما نقول بعصمته أبدا. العباس ليش تحلفون بأنتم؟ نحلف أسلوب تأكيد يا شيخنا. أنتم مو تحلفوا، أنتم تطلبون. بس ما ينعقد اليمين الشرعي. اليمين الشرعي لا ينعقد ليش به. تطلبون من الحوائج؟ لو حلفت العباس 100 مرة ليس يمينا شرعيا. أنتم ليش تطلبون منه الحوائج؟ تدون يقول يا أبو الحوائج يا أبو عباس، ليش؟ موضوع ثاني. أنت بتفز من شيء لشيء. أنا كل من أعطاه الله شيئا أطلب منه، مش من جيبه، مما أعطاه الله. أنت لما تطلب من وكيل الوزارة أعطيني، يعني تنكر الوزير، تنكر الملك؟ لا، العباس مما أعطاك الله. أنت قلت الذي لا ينال الإمامة. الحين شوف يا شيخ، ما ينال الإمامة إلا شخص ظالم، إلا شخص ما هو ظالم، صح ولا لا؟ لا في أول عمره ولا في آخر عمره، صح ولا لا؟ مزبوط؟ صحيح مزبوط. طيب العباس لا يكون إمام. طيب العباس هل كان ظالما في أول عمره ولا في آخر لا عمره؟ ما كان ظالم. ليش ما نالها؟ شوف يعني كل من لم يكن ظالم لازم يكون إمام. طيب خلاص، هذا منين جبته؟ يعني ايش معنى تطبقها؟ منين عكست الموضوع؟ شو هالذهن عبقري؟ والله انت تشتغل فيزياء منيح يا عمي. ليش طبقتها؟ تشتغل بالرياضيات. سيدي افهمني. يعني صار عندك كل من لم يكن ظالما وجب ان يكون اماما. اوف، عبقرية عمر طلعت عندك. لا عبقرية عمر هو عبقري عمر اكثر من يعني منك ومن ائمتك صراحة، لا تزعل مني. لكن انا بقول لك حاجة يا شيخ علي، عشان لا نغلط على بعض ولا ندخل في الرموز، عشان انا ترى اقدر يعني ولساني والله يقدر. لكن انا بقول لك الان العباس ليش معنى طبقتوا القاعدة عليه انه ليس ظالم اول عمر واخر ونفيتوها عن ابو بكر رضي الله عنه؟ ابو بكر مو ظالم برضه. شوف انت عندك عدة مراحل عم تطوي المراحل. طيب الامامة فرض الطاعة لازم مرسوم ينزل من رب العالمين انه فلان يا خلائق يا بشر يجب طاعته.
مفروضة طاعته طيب. على رقابكم. طيب ليه اسمعني ليش هذا المرسوم الإلهي، شوف يا شيخ علي، المرسوم الإلهي، العصمة، الإمامة مرسوم إلهي. هل أخلف الله وعده وتولى الإمامة ظلمة كأبو بكر وعمر، ولا صدق في وعده؟ ما صار إمام، ها؟ ما تولاها ولا نزل مرسوم ولا النبي قال يلا ليش كفرتوه؟ كله ادعاء منكم. كفرتوه ليش؟ ما اغتصب الإمامة من علي، اغتصب الحكم، ليش كسرتوه؟ ليش كفرتوه؟ اغتصب الحكم صح ولا لا؟ ليش كفرتوا أبو بكر يا رجل؟ اقنعني، أنا رجل الحين بيني وبينك. وليش بتفز من موضوع إلى موضوع؟ هذا مفترض الإمامة. أنا الآن شفت فرض طاعتهم وافترض طاعتهم، طلعت لك إياها فيها في هذه النسخة التي عندي أنا 259 مورد، في الكافي، في دعائم الإسلام، في كامل الزيارة، حديث. حتى اتباع اليماني يقول مفترض الطاعة، يعني جات عليكم يا شيخ علي، حتى اتباع اليماني بيقولوا مفترض. يعني كل واحد يدعي، كل واحد، أنا لما أقول لك حسيب يعني كل واحد يدعي صار صح. أنا أدري عنك، هي مي مسألة افتراض، هي قرآن وتفسير المعصوم. أعطيني تفسير المعصوم كما قلت أنت، سكتني كتمتني، قلت يا عمي أنت تفسر من دماغك، عمر يفسر من دماغه، لازم في معصوم. أعطيني الآن المعصوم اللي فسر لا ينال عهد الظالمين، عرفت كيف أنها ليست الإمامة السياسية وهي الإمامة الدينية. ممكن؟ لا تقول لي مفترض الطاعة، كلمة فضفاضة ترى. الآن أجيب لك لا ينال عهد الظالمين، أجيب لك إياها عن معصوم. شوف السند لو سمحت. منين تريدها؟ أبغى السند. شوف رجال الحديث عندكم. ما يخالف. أنا فهم. الآن يكفيني أني أجيب لك أنا كامل الزيارة، أعتقد بصحة أسانيده. أنت تعتقد بصحة كلها؟ ممتاز. أنا عندي حديث برضو في كامل الزيارات. أعطيني تفسير الإمامة السياسية تكفى. تطفر من شيء لشيء من شيء لشيء، وبعدين تاخذ شو اسمه. انت شو عندنا مثل نحن بجنوب لبنان بقول له انت بترعى رعية جدة سخولة الجدة الصغار، الله يسامحك. هؤلاء هذه ياكلوا راس النبتة ويركض للنبتة الثانية. الله يسامحك شو بسوي له؟ الله يسامحك. الله انا اقول هنا طيب شوف الشتيمة تلف هذا بصائر الدرجات في تفسيري لا ينال عهد الظالمين. كامل الزيارات توك، ايش معنى يعني بصائر الدرجات الحين؟ انت ايش يا شيخ علي، شايفني صخلة قدامك؟ لا في كامل الزيارات تعتقد صحة اسانيد. لا اقول لك اسلوبك انت بالحديث تطفر من نبتة الى نبتة، مثل العصفور بيطفر طيب. من غصن الى غصن. ممكن احسب نفسك عصفور. انت قلت الحديث كامل هذا مثل ما قلت لك انت صخلة. طيب ماشي. اقول لك الصخلة اول شيء، الصخلة اكلت قرآن امك عايشة، ما قلت لك صخلة، قلت لك كلامك مثل رعية الجدة. احفظها. ولا اكلت الصخلة كان جامع علي في قرآنه ولا لا؟ ولا كان جامع المهدي عند ولد نرجس عنده؟ انا ادري عنك. القرآن مجموع. وين مجموع؟ وين مجموع؟ كان مجموعا من الأول. لا لما النبي لما النبي يقول إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعشرتي، يعني الكتاب مطشر. لا أنتوا قلتم في رواية. أنت تقبل؟ اسمعني. يعني النبي هل يمكن أن يقول أن تارك فيكم كتاب الله وهو ضايع؟ وقالوا سووا له لجنة. شوف جماعتك كيف بيكذبوا. بقول سووا له لجنة، واحد وقف على باب المسجد رحم الله والديه لاقي له آية. لك بس أقول جابوا له آية. طيب الحديث قال ضاعت آية، بعدين لقيت آية، بعدين آخر شيء يقول آيتين لقيتهم بالأخير، لو 3 آيات أفتح لهم فايل جديد، سورة جديدة. هو مو في صدور الرجال؟ يعني لو جاء بس قطو في البيت عندي واكل صفحة من القرآن يا رجل، لو جاء بس قطو في البيت عندي بسينة، عم تعرف البسينة اجت في البيت عندي واكلت صفحة من القرآن، هل القرآن ضاع؟ ضاع خلص. لا اله الا الله. ايش فيك يا شيخ علي؟ يعني هي تقول كنا نقرأها
حتى توفي رسول الله، وبعدين ما نقرأها ضاعت. علي ألم يجمع نقص القرآن في الاحتجاج، ألم يجمع علي القرآن تخلف 6 أشهر. لو تأملت في رواية عائشة لوجدتها تقول بنقص القرآن قطعا، لا، وأن الصخلة أكلت أكثر من آية. لا تقول آية هذه وهي غيرها. الآن لا تخرج. بعدين هذا شوف، بعدين هذا الحديث يدل على أنها انشغلت هي بجنازة النبي بمرضى وغرفتها فارغة. أيوة. دخلت الصخلة إلها، يعني النبي ما كان بغرفتها. القرآن واخفى القرآن، قال لن تروه أبدا للصحابة. قالوا إيش فيه، خلينا نشوفه يا علي في الطبرس الاحتجاج، قال لن تروه. جاوبني عن عائشة. اسمع، أنا جاوبني عن علي كمان. ليش ما تجاوبني؟ وليش ما تجيب حديث بصائر الدرجات؟ قاعد تخرجني من موضوع. أنت اللي زي الصخرة. صحيح. أنت اللي زي الصخرة. صحيح. الموضوع مش أنا. شوف. خلاص ما يريد يتعقل. طيب اعطيني حديث بصائر الدرجات يا رجل. قلت لي بعطيك حديث بصائر، قلت لي كامل الزيارات وقلت لك طيب، قلت لي بصائر الدرجات وقلت لك طيب، اعطيني اياه. فينه؟ كم حديث مريت عليه. شوف، هات بس. في الكافي المجلد الأول. رحنا للكافي بطلناه. طيب روح يلا. الآن أنا عم بنظر بالأحاديث اجت الكافي، في بصائر الدرجات فيه، وفي كامل الزيارة فيه، وفي عدة كتب فيه. اعطيني الكافي كويس، اعطيني اياه. هات الكافي تفسير المعصم. شوف عمي. هذا الحديث المتصل المرفوع عن الإمام الرضا سلام الله عليه في الإمامة. السند الله يخليك. في 1 صفحة 198. سند ممكن يكون فيها سهل بن زياد ولا نيلة ولا واحد من الكذابين. مساكين انتم. ليش مساكين؟ تزعل مني انا يعني؟ اقول لك الحقيقة، لا يكون فيها سهل بن زياد ولا يكون فيها احمد بن هلال العبرتائي. الامر في سهل ان شاء الله. اللهم ما جعلته سهل فاجعله سهلا يا رب العالمين. اعطيني الحديث الله يخليك. اعطيني السند. اصبر. انا صعب، انا وراي غير يعني اليوم ثلوث، انتم بتتشائمون من اليوم ذا الشيعة، ما ادري ليش. بايش؟ ما ادري عندكم 3 ثلاثاء ما تشاء. لا 2 احنا عندنا انه توفي النبي صلى الله عليه وآله. تتشائمون؟ طب ما ولد فيه يعني ليش تتشائمون؟ ما ولد فيه النبي الاثنين، ليش تتشائمون؟ لا الجمعة ولد النبي. لا ابدا. مين اللي ولد الجمعة؟ طيب خلاص اعطيني ولد الجمعة. أهل البيت أفهم من عائشة ومن أبو هريرة، هم قالوا الجمعة. أقول نرجس وأقول ولدها بالعربي يعني، لا تزعل، لا تجرح والله ما أخلي أحد، لكن بتكون الله يخليك. هذه أم المؤمنين وأزواج بصائر الدرجات. يا الله. طيب كافي ولا بصائر الدرجات؟ ارسالك على بر يا شيخ علي. كلهم أعطي لك إياه. طيب هات السند، لا يكون فيه واحد من الباطفة ولا من الفتحية. هاتهم الكلاب الممطوع. يقول حدثنا محمد بن عبد الجبار عن أبي عبد الله البرقي الفضائلي عن عبد الله بن حميد قال أبو عبد الله: ينكرون الإمام المفترض الطاعة ويجحدون منزلة أعظم عند الله من مفترض الطاعة. وقد كان إبراهيم دهرا ينزل عليه الأمر من الله وما كان مفترض الطاعة، حتى بدا لله أن يكرمه ويعظمه فقال: إني جاعلك للناس إماما. بدا لله؟ كيف بدا لله يعني؟ فهمني يعني. الله ما كان يعلم. بالبخاري في بدا لله. إذا أنت ما بتقرأ بخاري شو مسوي لك؟ فين البخاري؟ فين بالبخاري؟ إيه ما شايفه؟ بدا لله. ابحث بدا لله عندك بالانترنت. ابحث في برنامج بدا لله. حاضر. كثرة. حدثنا. طيب خليني اكمل بس. حدثنا محمد بن لله غير بدا لك. صح. يعني اظهر الله. يعني بدا له اظهره. يعني من بقى يعني كان مختفي عن الله واظهر. لا مو مختفي. مشكلتك انت
طيب بتحمل العربية ما لا تحتمل، وبتحمل كلامنا ما لا نحتمل، وبتحمل حالك ما لا تحتمل. شو تسوي لك؟ انت عالم في يعني انت من صدر المتألهين. انا عمي مسكين يعني اعذرني. شوف حدثنا محمد بن عبد الجبار عن ابي عبد الله البرقي عن فضالة عن عبد الحميد بن نصر قال ابو عبد الله ينكرون الامام كويس المفترض الطاعة ويجحدون به ما في الارض منزلة اعظم من الله من مفترض الطاعة وقد كان ابراهيم. صح ولا لا؟ مش هذا الحديث دهرا ينزل الامر من الله وما كان مفترض الطاعة كويس حتى بدأ. واللي بعده واللي بعده شوف اللي بعده صحيح. خليني أكمل بس حتى بدأ يكرمه ويعظمه فقال إني جاعلك للناس إماما فعرف إبراهيم ما فيها من الفضل قال ومن ذريتي فقال لا ينال عهد الظالم فقال أبو عبد الله أي إنما هي في ذريتك لا يكون في غيرهم. كويس. طيب بعد منه ايش هو الحديث؟ ايش اقول لك؟ كمل بعد منه مختصر وسنده اسهل عليه. عبد الله ابي القاسم عن حماد بن عيسى قصدك؟ عن الحسين بن المختار القلانسي عن ابي بصير عن ابي جعفر عن ابي بصير عن ابي جعفر قوله واتيناهم ملكا عظيما فقال الطاعة المفروضة واتيناهم ملكا عظيما يعني ابو بكر كان له ملك وحكم يعني مفروض يعني المفروض مفترض الطاعة ابو بكر ولا لا؟ هذا تفسير المعصوم للإمامة السياسية صح ولا لا؟ ولا فهمني؟ طيب فهمني. مثل واحد يقول الله منزل جبرائيل على النبي جايب له هدية ولا أبو بكر جاب له هدية كمان. أبو بكر جاب له هدية يا شيخ. أنت تقول ملكا عظيما يعني الملك مفترض الطاعة. أبو بكر تقول لي حكم. الحكم هو التملك صح ولا لا؟ فهل هو مفترض الطاعة؟ ليش مو مفترض الطاعة؟ أنت ما تفقه بين إلزام الناس. يقول كانوا يمرون يلبسون الطلقاء أزرا صنعانية فمن يقولون بايع فإن لم يفعل خبطوه بالسيف. على فكرة ترى مجهول بايع أبو بكر مجهول. محمد يوم السقيفة ابن قتيبة يقول خبطوه. محمد ابن قتيبة كذب خبطوه بالسيف. هذه بتقول لي مفروض الطاعة. كذب الكتاب وأن الله يقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول والأمر منكم مفروض الطاعة. المهم محمد بن عبد الجبار مجهول ماشي. هيجيب لي حديث صحيح ثاني مرة عندك هذا يعني أنا ما أعرف كيف تفسير المعصوم. شوف أنا ماني عارف كيف تفسير المعصوم يا شيخ علي. عرفت كيف؟ طيب جبت أنا شوف هذا باب في بصائر الدرجات. جبت الجنب. إذا أنت رجالي طيب. هذا باب في بصائر الدرجات. كم في حديث في 15 19 24 28 ابن عبد الجبار ترجمة محمد ولا حديث منه صحيح. كلهم بيطلعوا معك خربانين. اسمعني هذا أنتم والله عليك. الشهيد الثاني قال عرفت كيف هو وما رواه هذا هو الحر العاملي ما رواه الإمامي العدل الإمامي الضابط عن مثلي في جميع الطبقات ويكون متصلا إلى المعصوم. صح؟ أنا جبت شيء من عندي روح أنت طبق. أنت مش أصولي ولا أنت زي الإخباريين؟ أنا ما عارف. أنا عارف بسألك لا شوف أول شيء تريد تبحث في منهج التصحيح والتضعيف أيوة وقواعده. أنا حاضر أبحث لك. أنا قناعتي أنه في عندنا مصدران معا وثاقة الرواة. الوثاقة ما يشترط فيه الإمامية. وثاقة الرواة حتى لو والقرائن التي توجب الوثاقة بالصدور حتى ولو لم يكن الرواة كلهم موثقين. يا سلام. يعني الشهيد الثاني ما هو صحيح كلامه غير صحيح. لا ما أقلده في هذا. لا أقلده في هذا. يعني أنا إذا أنت بتقلد البخاري مثل كبسولة لازم كل واحد يشربه. روشتة كل واحد يشتري. احنا ما عندنا هكذا. أنا بقول لك شيء. أنت مش أصولي صح ولا لا؟ ولا أنا غلطان؟ أنت أصولي ولا لا؟ أنا أسألك شيخ. طب ممتاز. طيب الأصوليين مو أنتوا تعتمدوا علم الجرح والتعديل مش زي الإخباريين صح؟ الذين يقرون بما في الكتب الأربعة ويقولون صدرت من الأئمة صح ولا لا؟ ممتاز. طيب تسمح تقول لي نهج البلاغة ليش ما سويتوا عليه جرح وتعديل هو من غير أسانيد؟ لا صحيح. ما أقول كله صحيح. شوف
ايش هو شوف عمي، ها انا شو قلت لك؟ ها قلت لك اما انه وثاقة السند يا رجل واما البلاغه ما في سند شيخ علي. افهم علي، طيب ماشي افهم علي. اسكت اما وثاقة السند او تكون قرائن توجب الثقة بالصدور. اصبر علي. اولا نهج البلاغة، اذا تشوف اسانيد نهج البلاغة تجد انه يمكن 80% منه فيها اسانيد. هذا واحد. ايش هو يا شيخ علي؟ وخطبة له، انت شوف كتاب نهج البلاغة يا شيخ علي الله يعافيك. وخطبة له، فين الاسناد يا شيخ علي؟ الشريف الرضي ما سوى اسناد. الله يرضى عليك يا شيخ علي. مو هذه رويت في مكان اخر باسناد. فين هي؟ لا ماليش دعوة، أنا أتكلم عن كتاب نهج البلاغة يا شيخ علي. ما يصير تروح بيسار يمين، أنت رجل عجيب. يعني هذا النص إذا هنا موجود مرسل بلا سند وموجود في مكان آخر بسند، ترفضوا أنت؟ ليش قلتوا نهج البلاغة بعد القرآن؟ أنتم الأصوليين بالذات ما قلتوا. من اللي قال؟ كل العلماء، كل علماء جيب لي كلام. ولو جبت لك كلام من نهج البلاغة مثل القرآن من العلماء الأصولية، ولو جبت لك كلام من علماء الأصول قال إنه هذا قرآن نهج البلاغة بعده. بعد افهم علي، بعد افهم حتى أكمل لك إذا أنت يمكن تستفيد بعدين. خلاص. إذا أنت عندك خبرة باللغة العربية وبالبلاغة وبالأدب وقرأوا لك قصيدة للمتنبي، ماشي، ثم قرأوا لك قصيدة أخرى، قلت ما دام ذيك هذه مثل ذيك من نفس القماش، إذا ذيك ثابتة إذا هذه ثابتة. اللي عنده خبرة في اللغة العربية بصير يعرف نوعية الكلام، أنه هذا طبعا بصير عنده جزم، كما أنه يجزم أن هذا الشعر لفلان لما بصير لفلان بيطلع صح، بصير عنده جزم أنه هالكلام هذا ما بصير لعلي بن أبي طالب بيطلع صح. طيب ممتاز. أو هذا لعلي بن أبي طالب بيطلع ممكن صح. تقول لي طيب يا شيخ أنت درست لغة عربية يا شيخ علي؟ أنا عندي نقد على مفردات الراغب الأصفهاني، إذا فيك تشوفه موجود في موقعنا. والله ما تصدق أول ما أدري إن الكلام ذا يا شيخ علي إنك حق لغة عربية يعني. الحمد لله أنا مختص ويعتبروني إمام في اللغة العربية. إيش فعل طيب إيش فعل الأمر الرأى يا شيخنا؟ ري رأى يرى إيه؟ ويقفون عليها السكت أيضا ري. ثم ماذا؟ يعني وبعدين افرض ما عرفت يعني أنا أكون مو خبيث. أنا بعرف. واحد سألني ما عرفت أجاوب، أنا واحد سألني ما عرفت أجاوب عشان برد عليه. أنت تحسبني أختبرك؟ أنت تقول لي ناقد الأصفهاني، أبى أجي أتفاهم مع القرآن اللي ناقد الأصفهاني. شوفه ألف خطأ للأصفهاني طلعت له. ري ولا ره؟ ألف خطأ، ره السكت هذه. يعني ره. شوف صح ولا لا؟ ره. نعم. طيب يقول محسن الأمين يا شيخنا في أعيان الشيعة، يعتقد الشيعة أن كتاب نهج البلاغة هو أصح وأقدس كتاب بعد القرآن. ويقول أيضا محسن الأمين فإذا كان ابن الجوزي الذي صرف عمره في الخطابة والوعظ وكان لخطبه التأثير العظيم في نفوس السامعين وكانت تجري لها الدموع وترجف لها القلوب هذا حاله، وقس على ذلك خطب ابن نباتة وغيره من الخطباء الذين دون كلام اشتهر، فإذا تأملنا عرفت سلامات والله صحة، فإذا تأمل على قلبك. الله يرحم سيدنا حسين الأمين. اسمعني قول لي الله قلبك، قول لي ما يجب تقليده. لا يجب تقليده في هذا. قول لي على قلبي قلبك. لا يجب تقليده في هذا. يا سلام. طيب خلاص هو مش أصولي ولا أنا جاي من برا يعني؟ ولا أصولي، كل أصولي لازم نقلده. طيب منين لك هذه؟ كل أصولي قال شيء لازم نقلده، منين لك هذا؟ طيب قواعد ليش ما طبقتوا علم الجرح والتعديل على نهج البلاغة ولا بس علينا حنا ضعيف؟ هذا صحتين يا شيخ علي. قل لي على شوف يا عمي، شوف يا عيني، شوف لي الآن الليلة انظر أنت
في موقعنا مفردات الراغب الأصفهاني مع ملاحظات العاملي. شوف لي إياها. طيب انت تقتنع انت بملاحظاتي او لا؟ خلاص ابشر شوف كم هو مخربط ان شاء الله. يعني انت ما يعني كلام محسن امين هذا اي كلام يعني؟ لا ما نقبل. لا ها؟ في اصح منه عند الشيعة. الكافي اصح من نهج البلاغة عند الشيعة. وانت اصولي تقول الكافي؟ يعني في اصح منه. الكافي عند فقهاء الله يرحمه سيدنا حسن الأمين ما يعتبر رجالي متخصص ولا يعتبر متكلم متخصص، هو مؤرخ متخصص. وشوف الفقيه لما بتلزمنا بكلام أحد أيوة. لازم يكون عنده تخصص في ذاك. مثلا العلامة الحلي يعتبر أيوة. متكلم. أيوة. يعتبر متكلم. لما بيتكلم في شيء فيك تلزمني. الشريف المرتضى متكلم، لكن هذا الفقيه ليس متكلما. والله يا شيخ أنا يعني هذا أصولي، والمفروض إنه ما يمدح كتاب يقول أقدس يعني. أي واحد أصولي قال كلمة بدك تلزم الشيعة فيها. طيب يعني نهج البلاغة مثل بتجيب لك شيء وبتتصل بوجه الشيعة يلا خلص غلبته. والله عليك. الحلي أصلا لا يؤمن بالأسانيد يا شيخنا. أول شيء الحلي لا يؤمن بالأسانيد. ثاني شيء يعني أفهم من كلام علي الكوراني الشيخ سماحة الشيخ علي الكوراني النهج. الحلي يؤمن بأسانيد. الحلي يؤمن بأسانيد. الحلي قناعته قناعتي، إما وثاقة الرواة وإما القرائن الموجبة للوثوق بصدوره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى لو كان فاسد العقيدة كما يقول الخوئي في ترجمة أحمد بن هلال العبرتائي. نحن نأخذ بقول الطبيب وبقول اللغوي المسيحي ثقة أن إذا اطمأنينا أن هذا الشخص ما يتعمد الكذب خلاص ثقة. الطبيب مسيحي تأخذ بكلامه أم لا؟ لا طبيب مسيحي يأخذ بكلامه ايش في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا والله ما أخذ بكلامه. نصراني كافر. لا كلامه في خبرته مجال اختصاصه. لا تتكلم عن الاختصاص والخبرة، تتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم يا شيخ. لا تقيس هذا القياس الله يعافيك. أنت رجل أربع في القياس. وثاقة يا شيخ أنه ما يكذب. حديث المعصوم تأخذ أحمد بن هلال العبرتائي يقول عنه الخوئي فاسد العقيدة ومع فساده لا عقيدته. شوف كتاب الخوئي الجزء الثالث الصفحة 320 مع فساده تقبل روايته. ليه يا شيخ؟ صحيح ثقة ما يكذب. فاسد يكذب عنده قناعاته الخاصة بس ما يكذب. الطوسي يقول بالنص. ابن أبو داود يقول ابن داود. يا إله إلا الله. منطقي. شوف أنت الآن وهابي تيجي تخبرني بشيء أقول أنه هذا وهابي عقيدته ما أقبلها لكن خبره أقبله. ما بيكذب هذا. يعني أنا عندك بيكوا افتحوا عقولكم. ما قبلت الصحابة يا شيخ لكن تقبلون أحمد بن هلال العبرتائي. ما أقبل الصحابة. طيب أنت ما أقبل. أنا لو خبرني أي واحد منهم ما أقبل. بس واحد ثاني إذا وهابي بعضهم أقبل وبعضهم ما أقبل. يعني اللي أعتقد أنه هو بيكذب اللي مطمئن بأنه لا يكذب أقبل منه. طيب يا شيخ أنا أسألك سؤال. أنت من فين جبت وهابي؟ يلا وين؟ من فين جبت وهابي؟ وين إيش؟ من فين جبت وهابي؟ أقول من فين جبت وهابي؟ منين؟ يعني تعبير وهابي إذا عجبكم أم لا؟ أنا أسألك ابن باز يقبلها عادي إذا احنا نتبع الوهاب الله سبحانه وتعالى. نعم. لا مو الله. ابن باز يقبلها. ابن باز يقبلها. فين قالها ابن باز؟ فين قبلها ابن باز؟ أنا واحد من جماعتنا شيعي طلعها ويقول نفتخر بها. يا سلام. ما دام تفتخروا بها خلاص. السند في خبرك ذا واحد من جماعتك. يا عيني عليك. لا أنا رواني عبارته. والله لا قالها الشيخ ابن باز. انت ابحث في كتب إمامك مثل البدع ما تعرف الموجود بالبخاري. اسمعني ابحث عن الوهابية. وهابي مع الإضافات في كتب إمامك. الحين أنت ادعيت عليك البينة لكن أنا أسألك بالله قريت للشيخ محمد بن عبد الوهاب؟ بالله بيني وبينك. أنا قريت له أكثر منك.
ايش هو قريت له؟ طيب الكتب كلها عندي وحافظها، ايش قريت له؟ حافظها. اي والله حافظها. والله حافظ. حافظ. شوف، عندنا حديث تدريه خير من 1000 حديث ترويه. طيب انت يقول ليش الكتب اللي قريتها له بس؟ بالله ايش لك؟ قريت له إيه. منهاج السنة اللي هو منتهي. أنا أريد أسألك من الذي سماه منهاج السنة؟ ما كان اسمه، لا اسمه لا، الرد على الرافضي. متى سمي منهاج السنة؟ منهاج السنة في الرد. في طلع لي ها؟ ابن حجر يقول في كتابه الرد على الرافضي، كله الرد على الرافضي، الرد على الرافضي، الرد على الرافضي. اطلع لك طيب هذا أنا قاري له إياه، ذكرناه في المنهاج. سميتوه منهاج السنة. اطلع لك كاتب له، قريت له درء التناقض، وقريت له مجموع الفتاوى أكثره. هذا بالتالي قريت له. شوف الوهاب. قريبا أنا طلعت له تناقضه في الخضر. مرة يقول أن الخضر موجود ويتعصب ويدافع عنه، مرة ينفي ويتعصب له. هذا ابن تيمية. أتكلم عن عبد الوهاب، الشيخ محمد بن عبد الوهاب. أنت وين راح تبي تدور في الجوجل عندك لين تشوف الكتاب؟ إذا بتقرأ قلت لي قريت، إذا ما قريت قل لي ما فيها شيء يا شيخنا، أنا ما قريت كتب. عجيب. أنت عن من سألتني؟ أنا محمد بن عبد الوهاب، ما سألتك عن ابن تيمية. أنا تناقشت معك في ابن تيمية لين شعر راسي شاب. تسألني عن ابن عبد الوهاب. إيه؟ قريت له كتاب التوحيد ووجدت فيه التناقضات. ايش هي طيب؟ ايش هي التناقضات؟ واحدة بس، قل لي واحدة عشان ابحث بقصة فيها. الحاخام. شوف بقصة الحاخام. ايوه صفحة. هذا الحاخام اللي إذا علم نبي لم يعلمه حاخام. اللي علمه وهو يحسب مسافات السماوات عن بعضها كام. الصفحة كم ذي؟ هذا الصفحة كم عندي الكتاب الآن؟ الصفحة كم؟ يمكن آخر فصل فيه. آخر فصل؟ إيه لعله آخر فصل فيه. يا شيخ أنت الحين تقبل خبر العبرتان. آخر فصل فيه خلاص، خلنا نسجل آخر فصل في كتاب. لحظة يا شيخنا، آخر فصل في كتاب التوحيد. بشوف مو لما كان أنا أقبل إذا أنا طمأنيت أنك ما تكذب. شوف إذا طمأنيت أنك ما تكذب أقبل خبرك أنت. العبر تائي كان يجلس بعد صلاته ويسبح الله عز وجل. يعني كان يكذب كان يكذبون، والكشي كان ويبكي. لا إله إلا الله. لا رمي بالنص. لا ما كان يكذب. والله يقولوا رمي إذا بالنص. طمأنيت بصدقه تقبل عنه حتى لو ما قبلت عقيدته. عجيب أنت تصفر من شيء إلى شيء. وشو خلي الحين آخر فصل على خير. طيب تصبح على خير. بس كلمني. اسمعني، آخر فصل في كتاب التوحيد. لحظة بس، آخر فصل في كتاب التوحيد. ثاني مرة لما أجيب كتاب التوحيد تكلمني ولا حتقعد تسبني وأنت تلعب وأنت تسوي؟ والله وأنت تلعب شو أسوي لك؟ والله ما ألعب. الآن أنا أستخرج لك. طيب خلنا عشان الجزء بالصفحة. حاخام بالجزء بالصفحة. حاخام شيخك. أنا خلاص عندي الوهابية والتوحيد قاري. من هو؟ قاري كتابي الوهابية والتوحيد. لا ماني قاري. ليش أقرأ؟ شوف موقعنا لا تقرأ. ليش أقرأ لين أتأكد من الخبر اللي تقول لي عليه الآن أروح أقرأ. صح ولا؟ أنا عندي والله عندي موقعك يا شيخ. أقرأ نقدي عليه. أبشر. كتاب عندي الوهابية والتوحيد نقدت فيه في موضعين شيخك ابن عبد الوهاب. المفترض انك نقدته، انك عارف الجزء والصفحة. الان انا استنى الجزء والصفحة عشان المرة الجاية اكلمك اذا بغيت تكلمني يعني. لا شوفوا في كتابي الوهابية والتوحيد. اقرأ في كتابي، اقرأ فهرس كتابي بتشوف. طيب شكرا. اسمعني وليش تسجلني؟ انا عندي شغل. لا خلاص تصبح على خير. طيب يا أيها الوهابي. طيب ماشي يا أيها الوهابي، الله يحسن عاقبتك عمي. روح. طيب تكلمني ثاني مرة لما أكلمك تكلمني. السلام عليكم. خلاص يا أبو بكر خلاص.